خاطر التم راح يفسد لكم واش راكم حابين. ما لا غير وجد روحك. انت مراد على مدار قدام كاع العالم وحتى في بلادكم راكم وليتوا ارهابيين. غير ما تعيشوا روحتكم. مراد على المدار هو اللي اداه. قول لي وش راهو يدور في راسك؟ زعما مراد على المدار عنده في راسه، بصح انا حيلي عليه بزاف. راني نهضر. شكون نتوما؟ جنير وليدي جنير. والعائلات اللي ربحت في الحرب هي اللي جبدت كل شيء، واليوم احنا رانا نحاربوا الناس اللي راهي تتحكم في العالم وتلعب به وتدير كلش في الخفاء. اللي حب يقتل عاكف ماشي من عندنا. كنت شامها باينه باللي العمليه تاع الاهرام عطات لها امل جديد. على بالك ما ندير ثقه في حتى واحد، بصح كي يكون واحد يستاهل ندير فيه ثقه جامي خليه يبعد عليا. وميتي خليته معاك خاطر دير فيه ثقه. قولي الامون كي يكون عنده الوقت راني حاب نهضر معاه. يعطيك الصحة. تفضل. قلت لي باللي انا اللي حددت تاريخ الاجتماع العائله الحاكمه. انا عماه عمليه الهرم زعزعت كامل العرش تاع امون، وممكن العمليه قدرت تم يسرى. هو خدم راسو قدر يسلك روحه. راهي تسيي تخرجك كامل من هاد اللعبه. انت واش تقدر تفيدني على روبرت البرت ستون. السمعة تاعو ما كاش اللي ما يعرفهاش. يقولوا كان من التجار العبيد وهو من العائلات الاستعمارية. راح نوريك الدوسي تاعو والدوسيات تاع هاد العائلات الحاكمة وكامل المعلومات تاعنا اللي قدرت الجماعة تاعنا تلمها واللي ترتبط بهم كامل. مادام عندهم معلومات كبيرة عليهم كيما راك تقول، وعلاش ما قدرتوش تمنعوا العائلة الحاكمة باش تولي قوية؟ المعلومات اللي عندنا والمتعلقة بهاد العائلات ما تكفيناش باش نحسبوهم. العائلات الحاكمة كانت تحوس على طرق خبيثة باش تقدر تستعمر الأراضي اللي كانت عند الدولة العثمانية. خمو كيفاش يوصلوا باش يدمروا الدولة العثمانية ويحتلوها؟ لازم يجيبوا ضباط اللي في الجيش. على هاد الشي داروا تسلسل هرمي. وشنو هاد التسلسل؟ داروا منصات وصنفوا الضباط اللي راهم داخل المنصات على حساب درجة ارتباط كل واحد فيهم، ومبنية على علاقة الضباط وضباط الرئيس. تسمى بهذا التسلسل اوفيسي يكون عنده قراد عالي في المنصة، يقدر يمد الامر الكولونيل اللي القراد تاعو قل من الاوفيسي في هذه المنصة. سوا هذه المؤسسات السرية اللي كانت في الجيش كانت تتحرك باش تقدر تسيطر على الدولة العثمانية من الداخل. وهكذا بهذا التسلسل الجديد والسياسات تاعهم الخبيثة قدروا ينحوا السلطان عبد الحميد على العرش، وكامل الشركات تاع العائلات الحاكمة استولات على أراضي البترول. بصح السلطان عبد الحميد كان عنده خبر على مؤسسة كيما هذه. حاجة باينة، هو دار احتياطاته على حساب الإمكانيات، دار عمليات ناجحة بزاف هي اللي راح تخليها مخلدة في التاريخ. بصح ما كان حتى دولة اللي عندها قوة باش تحارب هذه القوة اللي تنهب كاع الثروات في العالم وتديها لبلادها كامل باش يتمتع بها شعبها. على هذيك كان لازم عليهم يوزعوا المدخول على أكثر من مركز. صح، المراكز كبيرة وعالية في الدولة، يعني خلاو اسطنبول دولة قوية، وخلاو العرب والأرمانيين
والتراكان اللي في رومالي يخطوا باش يأسسوا دولة جديدة مستقلة. كان قادر يفتح الطريق باش يدافع عن الإمبراطورية من المركز نفسه بلا ما يخسره. ولهذا الشيء بعثوا لبلايص البعاد جماعة كبيرة تاع الجنود العسكريين باش هكذا يقدروا يأسسوا دولة جديدة ديالهم. وإذا ربحوا هذه الحرب من الدول الاستعمارية، هذا الدول من بعد راح يتحدوا من دارو جديد. حبيت تقول لي باللي من الأول كانت الخطة تاع التشتت مرسومة ومدروسة. النجاح اللي كان تاع الحرب الاستقلال هو نتيجة تاع هذه الخطة تاعنا، واليوم بالك راح يقدر يتحقق الحلم تاع السلطان عبد الحميد. كاين احتمال باللي 52 دولة راح تتحد مع بعض. كيفاش؟ المؤسسات اللي كامل أسسناهم قبل 100 سنة في كل منطقة من هذه البلاد تاعنا اليوم عندها النية صادقة ونفس الدوافع. هذه المؤسسات راهي تستنى من القادة تاعنا يوجدوا باش يقدروا يعلنوا الحرب الكبيرة على كامل المستعمرين اللي ينهبوا الخيرات بلادهم. انت على بالي باللي بديت الحرب وحدك، بصح صعيبة باش تقدر تربح الحرب وحدك. اليوم هذا هو النهار اللي لازم علينا نتحركوا فيه، واللي لازم نفذوا فيه الوصية تاع السلطان عبد الحميد. قبل ما تكمل الهضرة تقدر تشرح لي السيستم ديالكم اللي راكم تمشوا به؟ باباك المرحوم كاتب السرد القديم تاعو مرجان، خدم خدمة ديالو بكل إخلاص وخبى السر بكل إخلاص. بصح دوك الظروف راهي تبدلت. أنا وبصفتي كاتب السر راح نمدلك كامل الأسرار تاع الدولة، بصح رد بالك مليح على مدار. تسمى ربطوا لنا يدينا بهاد الهجمات القوية عمران. لازم في أقرب وقت نتهناو من هاد الحالة. لازم نلقاو كيفاش نديرو باش نرجعوهم كدابين. رانا ندرسو ونحلو مليح في فيديو اللي حطوهم في الانترنت، بصح هذا الشيء ما يكفيش. لي فيديو اللي حطوهم ياك مطرافيكيين، علاه مازال ما لقيناش كيفاه دارو باش طرافيكاوهم؟ ما كاش عاكف، راهم خادمينها مليح من كل الجوايع. حتى الإرهابي الكبير مستر كي هذاك اللي قتلته انت هذاك النهار رجعوه سفير سلام. هاد الخدمة ماشي سهلة، بحال باش نطيحوهم بين يدين. كل حاجة نديروها راهي تولي علينا عاكف. ما دير والو بلا ما تهدر مع مراد. ايه صح، عندك الحق. انا تاني عندي حوايج بزاف لازم نقولهم، بصح لازم علينا نسناوه. وقالنا ما تحوسوش عليا حتى نجي، واحنا اصلا ما نعرفوش وين راه. عاكف ان شاء الله بيتعيط وراه وحب يشوفك. مسيو، السلعة اللي سنيتوها وصلت. خف جيبها، رانا حاب نشوفها. دخلوها. حاجة ما راهي ناقصة. معلوم أندري. دوك نشوف. افتحوها. جبت لك من كل موديل واحد.
وواحد ما عنده من هادو في الدار. ومن اليوم وراح ما راح يكون عند حتى واحد. اوكي كون كالي. روحوا وجدوا الطوموبيلات ومن بعد راح نلحقكم. أمرك سيدي الخليفة. وش راك حاسب روحك؟ يا أخي أنا قلت لك ندير الشي اللي راني حابه أنا. انت خدمتك تفتح لنا الطريق اللي خططنا لها، بصح كل حاجة تديرها راهي تزيد تغلق لنا الطريق. ودوك لازم نروح باش نسقم الخرايب توعك اللي درتهم. انا ما درت حتى خرايب باش تسقمهم انت. العقلية ديالك هادي ولا تضرنا بزاف. نفهم من هضرتك باللي ما وليش تسحقني. لو كان جيت انا اللي نقدر نقرر وحدي هنا كنت نحيتك من بكري. ما تقلقش انا راح نسهل لك الخدمة ديالك. وزيد كرهت وانا نستنى في التعليمات ديالكم ونظل نلعب وندير في لي فيديو باش كاع العالم يتلهى بيهم، وما كاش قمار في مجال الدبلوماسية. انا من اليوم ورايح راح نولي نخدم وحدي صادق. معناتها راح تروح على واش راح تتكل؟ تتكل واقيل على سلاحك، معناتها تقدر تروح خلاص. ونشوفوا هادوك اللي بعتوك لهنا اذا راح يخلوك تبعد من هاد البلاصة. وشنو زعما انت راك تهدد فيا؟ دوك عندي خدمة كبيرة راهي تستنى فيا، لازم دوك نروح. معليش بس رد بالك تغلط ويقطعوا لك راسك لبرا. الحمد لله على سلامتك عاكف، راني فرحان كي شتك بخير. يعطيك الصحة. في إيرلندا درت عملية كبيرة بزاف وكانت ناجحة، يعطيك الصحة. لو كان خير لحقنا لواش حبينا. راهم لقاو طريق باش يقلبوا كاع الهجمات علينا. صح، رانا نجوزو في ايامات صعب بزاف. من اليوم ورايح لازم علينا نديرو حساب لكل خطوة راح نديروها، ولازم نولو نخمو مليح في الحاجة اللي هما راهم قادرين يديروها. عندك كاش اقتراح أستاذ؟ على جال هاد التهمة تاع الإرهاب كاع لي بونك راهم تحت المراقبة، راهم يحوسوا على كاش خيط على مراد على مدار. العام اللي فات شفيت على هذيك العملية اللي صارت في البورصة تاع لندن. دراهم اللي جبناهم من التم زدناهم للصندوق وحطيناهم عند المرحوم سيد سامي اللي كان واحد من الأعضاء السابقين. صح، دراهم تاع هذاك الصندوق السي سامي كان راح يعاون بيهم بعض البلدان، بصح قبل ما يبدا يدير هاد الشيء كامل قتلوه.
والحقوق اللي كانت عند عضو الهيئة ولات من حق الشعر الأبيض، يعني ملك مراد على مدار تاني. وإذا فاقوا بالعلاقة اللي راهي بيناتهم يقدروا يديو الصندوق. ودوك حنا واش لازم نديرو؟ هضرنا في هذا الموضوع مع مراد وقال لنا لازم تبدلوا بلاصة الصندوق وتدوه لهذاك السيد اللي رومبلاصا السي سامي وفي الهيئة. وهذا أمر النقل اللي عليه الإمضاء ديالي والإمضاء تاع مراد. بالك راهم يعسوا فينا والحاجة اللي نديروها في السيستم يقدروا يشوفوها، وهكذا كيفاش نقدروا نجيبوه؟ على حساب واش موالفين يديروا. اللي يستكلفوا بعملية النقل هما الخدامين تاع البنكة، انتوما امنوا لهم طريق باش يوصلوا برك. فهمتك أستاذ. صادق بريطاني. لازم علينا نهضروا في حكاية صقر. راني نسمع فيك. مرة واحدة أخرى زاد كسر لنا كلمتنا. لو كان كسر لك كلمتك كنت أنا عرفت بهذا الشيء قبل ما تعرف نتايا. قول لي على واش راك تهدر صادق؟ صقر باش يرجع صاحبه اللي حبسوا الجيش العراقي دار غارة ما عندها حتى معنى، وعلى جال هذا الخدايم تاوعو ماتوا جماعتنا المحبوسين في الكوميسارية. هضرنا في هذه من قبل. كامل الشيء اللي راح يصرى تما انت اللي راح تتحمل المسؤولية تاعو. ما تنساش بلي صقر هو قائد الجيش تاعك انت. الهضرة اللي هدرها لي اليوم راهي بينت لي العكس. قال لي من اليوم ورايح راح يخدم وحده. قل لي في رايك انت لواش راهو يخطط هذايا؟ في رايي راح يروح منا، بصح الشيء اللي راح يديرو وزيد وحده يقدر يدور علينا دورة شينا كامل كيما رانا. اوكي بريطاني. لا على بالي وين راح يروح، ما تقلقش كاع. اسمع انت منا وروح، ما كان له كاع تخمم في صقر. يا محلى القعدة بالشامية، تفضلوا تمتعوا بيها العشية باللوز، ما تقدروا تاكلوا شوية. شامية بابيون ديما اكسترا بيفا. سي بون. السلام عليكم. ما تقلقيش كعبة. سلام سلام صوص بيتزا كاب سهلة مهلة. يس وكاب عمر بن عمر. حبانية، الكارث، صوفيا، السالي، سونيا، الامين، اسيا. فاميليو افونتاج، بسكوي ليا والباقي ليكم. بيفا سي بون.
سمعت باللي عيط للجان باش يكون عضو في المجلس. واش كان جوابه؟ ما كانش مآمن، بصح ما شكيتش راح يرفض الدعوة تاعي. وزيد مور الشي اللي صرا مع السي رشاد راح تجيه صعيبة بزاف باش ما يقبلش الدعوة ديالك. السي رشاد كان عزيز عليا بصح ما فهمنيش، حقي على بالي، حتى وانا على بالي باللي هو عمره ما تفاهم مع بابا. انا ما حبيتش نخسروه وقعد دايما معه. بصح انت مازال دوك ما خسرتوش. انا عرضت عليه وما قبلش، انا قلت له كلمتين الاخرى وتغلقت الحكايه. جاهد زيد خمم خطره واحده اخرى. انا تاني رايي هكذا. مادام انتم الزوج راكم تخموا هكذا راني حاب نهضر في هذا الشيء. تفضل جاهد. مادام انت اللي تخير مع من تخدم ومع من ما تخدمش، انت اللي على بالك وقتاش نقدروا ننساو هاد الحكايه اللي صرات. في رايك رشاد راح يبدل رايه ويجي يخدم معانا؟ اذا كنت راح تقعد على هذاك الكرسي لازم القرار يولي لك وحدك وواحد ما يدخل روحه. السؤال الكبير هو منو وروح انت راك حاب تخدم مع هاد السيد؟ مادام هكذا خليونا نروحوا عنده، وفي وقت المحنة اللي راهو يجوز فيها نوقفوا معاه. اذا هكذا انا نروح نوجد كلش باش نقدروا نروحوا. راني فهماتك كينان، وعلى بالي بلي ما راكش حاب نهضروا في حكاية يوسف. صعيبة كي ما يكونش عندك الحل، بصح انا ما راحش نقعد بلا ما ندير والو. عذرا ردي بالك. ما تخافش عليا كينان، بصح انت تعيش بالك بك تقطع لي ياس. راني قلت لمالك كي حبيت تلاقاي مع كنان مرة واحدة أخرى لازم عليك تشاوريني أنا. وعلاش؟ على خاطر كي راكي تجي تشوفيه ما راكي تفيديه بحتى حاجة. انتي راكي تفكري فيه غير بالحوايج اللي لازم ينساها. إذا راك تقصد مهدرتك يوسف، واحد ما راح يقدر ينساه غير نتوما. أنا ما راحش نقبل بهذا الشيء. ردي بالك ملاح، دو كان تخمي ديري كاش حاجة ولا كاش غلطة دار هاد العائلة ولا دار سي يوسف مسكين الله يرحمه، ديريها في بالك بلي راح تخلصيها غالية يا مدموزيل عذرا. مراد مد هذا القرار في الاجتماع الاخر ديالو مع الشعر الابيض. احنا اللي رايحين نديبلاسيو الخزينه؟ لا بصح حنا راح نديرو دوموند باش نقدروا نديوه، وراح نامن الطوموبيل تاعهم. ما لا خليونا نبداو دوك. خليني انا نديها للبنكه. ما تروحيش وحدك، سمعتي؟ نهاد ما تزعلش عليها كي راهي دير هكا، والله غير تقلقت عليك بزاف. هذا هو المشكل عمران، ما كاش بلاصه لهاد الحوايج في الخدمه تاعنا. هادو هما النسايا كيف حساسين بزاف. لازم نروح نهضر مع ياسين.
قلت لي بلي راح نروحوا الصقر، علاش مازلنا لهنا؟ قاتلنا خدمة نديروها. وجدوا روحكم راهم جايين الطوموبيلات اللي هضرنا عليهم، دوك نبعث لكم وين تلقاوهم. سوا راح نبداو في كاع الاجراءات. كاش ما كاين حاجه واحده اخرى لازم نديروها. صبري عليا دقيقه برك. المعلومات الخاصه بالصندوق خلاص راهي عندنا، راح نفتح لو كونت باش نبعثوه. يلا الجماعه راهم مزروبين. انعم ايه كامل ايه خلاص، راهم رايحين يديروا الشيء اللي لازم باش يبعثوه. وقتاش يكون كلش واجد؟ غدوه ان شاء الله راح يكون كلش واجد. معليش، ما لا غدوه ان شاء الله راح نولي. ان شاء الله بنتي. انتوما غدوة صباح لازم تكونوا واجدين باش تأمنوا الصندوق تيبعتوه. انا غدوة صباح نكون مع ليكيب واجدين كامل قدام البنكة. لازم لنا الطوموبيل تاع البنكة هي تاني، ما تنساش باللي راح نكونوا موراهم باش ما يدخل لهمش الشك كامل فينا. مليح. نورا هي اللي راح تستلف بكاع الاجراءات تاع البنكة، وانت وجدت كلش مع ليكيب، ونديو المعلومات على الطوموبيل والجماعة اللي راح ترفد الصندوق. عرفنا بلي مراد علمدار طلب خطي، هو والجماعة ديالو راهم رايحين ينقلوا دراهم كبار من البنكة. بلاك هادو هما الدراهم اللي رانا نحوسوا عليهم. نعم، التاريخ اللي فتحوا فيه لو كونت هو نفسه اللي صارت فيه هذيك العملية اللي داروها في بورصة لندن. قولي لي قدرتوا تعرفوا كيفاش راهم رايحين يديوهم؟ راح يدوهم في واحد الصندوق سبيسيال تاعهم، وغدوة الصباح راح يرفدوهم من البنكة ويديوهم لبلاصة واحدة أخرى. بصح احنا مازال ما عرفناش وين جايه البلاصه. انا على بالي وين راهم رايحين يروحوا هالدراهم. عيطي للثعلب وقولي له راني حاب نشوفه.
سامي دخل في اللعبة بقوة. من اليوم ورايح واحد ما راح يقدر يزيد يهدر معاه كلمة. اليوم كي شافوا قاع هاد الجنازة قاع راح يروحوا للمجلس تاعو. والأول اللي راح يكون متم هو السي رشاد. مور قاع هاد الوجع اللي راهو يحس به السي رشاد راح يطيح في قبر واحد آخر، بصح ما على بالناش هاد الخطرة شكون راح يدخل فيه. ربي يرحمه. امين. عظم الله أجره. ربي يرحمه. امين. عظم الله اجركم. عظم الله اجركم. امين. اذا سحقيت كاش حاجه راني هنا، بالك ما تعيطليش، راني معاك الوقت اللي تحب عيط لي. صحيح. عظم الله اجركم. امين. يعطيك الصحه. عظم الله اجركم. عظم الله اجركم. شكر الله سعيكم. عظم الله اجركم. امين. ربي يرحمه ان شاء الله. عظم الله اجرك. شكر الله سعيكم. راهو الحق سي فهمي. شعل الكاميرا. غاود اعطيني الميكرو. غاود. لا أرجع سي فهمي. اسمح نسقسيك. روح نسقسي سي فهمي راهو هنا. سي فهمي ممكن ناخذ منك السرعة. حقي انت هو اللي درت هذا الشيء لوليدي. لا انت اللي درت له هكذا رشاد. ما تنساش مازال عندك ولادك. بابا وليدك كان دايق خطره في الدار، جبناه لعندك. سي فهمي وصالي باش نقول لك منا وروح يا سي راح تجبد روحك من كلش. وتجوز وقت كتر وتلتابع يدك العزيزة وتكون أب مليح لولادك. وش جابك لنا هذا؟ جيت نعزيك كيما الناس قاع اللي راهم هنا. رشاد انت منا ما تعاودش تجوز وش صرالك. الحرقة تاع وليدك الكبير نعرفها. انت دوك ابكي على وليدك ومن بعد نهضروا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. تفضل أندري، مرحبا بك.
وشنو هي الحاجة اللي خلتك تعيط لي وجبتني لهنا؟ الدراهم. دراهم كبار. شحال يكونوا كبار زعما؟ كثر من كاع هذوك الدراهم اللي خسرتهم ديجا في بورصة تاع لندن. هذه هي الهضرة اللي نحوس عليها. راني هنا قدامك وراني نسمع فيك. ماشي حاجة صعيبة. واش راح يدير اندري؟ دراهم راهم هنا يستناو فيك. وشكون هو مولاها؟ تا هو مراد قال جمعتو باش يدوا الدراهم لبلاصة واحدة أخرى. بصح على بالي بلي انت عندك خطة مليحة باش تديهم لبلاصة واحدة أخرى. أنا ما راني محتاج لحتى خطة. نروح وندي دراهم. انت قل لي واش راك حاب، راني نسمع. حبيت الورقة اللي فيها الإمضاء تاع مراد. ولازم تجيب لي نص دراهم للتما. أنا عندي ما كاش حاجة واسمها النص، كاين كلش. سي فهمي ممكن سي فهمي سؤال واحد سي فهمي. أستاذ فهمي واش تقدر تقول لنا؟ سؤال إذا ممكن. زدنا خسرنا ولاد من ولادنا مرة واحدة أخرى. لازم كامل يدوا درس من هذا الشيء بلا ما نزيدوا نخسروا روح واحدة أخرى. راهم يقولوا باللي كاين شبهات في الحادث. ما تنسايش سي رشاد من رجال الأعمال المهمين في تركيا. ما لازمش تأمنوا هذه الإشاعات، ومن بعد هو راح يزيد يوضح لكم الأمور. أستاذ فهمي عندك مدة طويلة ما بنت، تقدر تقول لنا علاش؟ ماشي وقته. أنا جيت باش نوقف مع صاحبي في يوم صعيب كيما هذا. ما عنديش كلام واحد آخر نقوله. عظم الله أجرنا. أستاذ فهمي عندك مخاوف بخصوص الاستثمارات في الشرق الأوسط؟ ماشي كامل وقت هذه الهضرة ذو. سمحوا لي أنا لازم نروح. ما حبش يهدر. سقسيه على وليدي. سي فهمي ممكن ناخذ منك تصريح؟ ما حبش يهدر.